مرحبا بكم متابعين ومشاهدين حلويات وملاحات ريما. اليوم حضرت لكم تارت سيترون ولا دي تارتولات او سيترون في لافورم كاري بكريمه خفيفه ظريفه بنينه، حميم ضله الله بالليمون، وزينتها تزيين خفيف. والاهم انها تجي هشيشه وتجي طريه في نفس الوقت. نخليكم مباشرة مع المقادير، الوصفة وطريقة التحضير. للمقادير نحتاج 250 غرام مارغرين بدرجة حرارة الغرفة، نحتاج كاس سكر جلاسي بطبيعة الحال، كاس مايزينا، ملعقة صغيرة مملوءة فانيلا، لاغوم تاع سيترون ولا عطر الليمون، حبة بيض كاملة، والفرينه بطبيعه الحال او الطحين باش نلمو العجينه تاعنا. نبداو بسم الله على بركه الله. اول شيء نسبقوا بهذيك المارغرين اللي راه عندنا طريه، ولازم تكون عندنا طريه باش تساعدنا في الخدمه تاعها. انا هنا صراحه يعني ما خرجتهاش بكري، ما كانتش عندي طريه بزاف، دونك ساعدت روحي بهذيك سباتول شويه هكا، خلطتها مع داك السكر وزدت استعنت باليد تاعي يعني شويه هكا حتى حكمت روحها ولات قوام متجانس. وجبت الباتور تاعي وخلطت عادي، يعني اذا خلطتها مباشره بالباتور غادي الحاله تولي لي غير سكر. اول شيء بعد ما خلطت الزبده مع السكر جيدا وتجانسوني وتضاعف الخليط ولا ابيض، وخترة كي نكون خلطت نهبط من الجوانب هذيك الزبده باش ما تبقاليش هكا يعني ماشي مخلطه مع السكر. ونجيبو هذيك الحبه تاع البيض الكامله، دونك نستعملو حبه كامله، ونزيد الفانيلا مع شويه فقط عطر الليمون، ما نكتروش بزاف لان انا كترنا تبقى دير لنا ديك المروريه وحنا ما نحتاجوش هذا الشيء، فقط للنكهه. ونزيدو المايزينا نغربلوها بطبيعه الحال، ومباشره بعدها نزيد الفرينه. كما لاحظتوا هذه الوصفه ما فيهاش خميره الحلوى، وبالرغم من ذلك تزيد تنفخ شويه. اذا تلاحظوا تكون بعدا نوريكم يعني تزيد شويه تنفخ مالغري ما درناها لا خميره لا والو. اذا نستعين باليد تاعي ونخلط العجينه حتى تولي عجينه طريه ورطبه، ما نجمش نشفوها لكن ما نعرفوا هذه سي بات صابلي، ما نعجنوش نلمو فقط. هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه، هذا هو القوام المطلوب. يعني شوفوا معايا كي تجي طريه تجي رطبه فوالا بهذا الشكل. هاد الاثناء واش ندير انا نغطيها بكيس بلاستيكي وندخلها للثلاجه لو طون اللي نوجد لا كريم سيترون تاعي. شحال مره تحت في الثلاجه مليح. بالنسبه للمقادير تاع كريمه الليمون نحتاج كاس تاع عصير الليمون مع مبشور ليمونه مع 4 حبات بيض مع كاس ونص سكر جلاسي مع 100 غرام تاع المارغرين وعطر الليمون. اول شيء نبدا بهذاك 4 حبات تاع البيض، نزيد لها رشه تاع الملح، ونزيد هذاك الكاس تاع عصير الليمون، نخلط كل شيء بارد في بارد. ونزيد المبشور تاع الليمون. مبشور الليمون يعني درت هنا مبشور ليمونه ونصف. نخلطهم جيدا ونجيو نغربلو السكر الناعم تاعنا بهذا الشكل. نخلطوا كل شيء مع بعض
ونديروها فوق النار حتى الخليط يتقال ويولي لنا بهذا القوام. دونك حنا الا تشوفوا ما درناش المايزينا، غير البيض اللي غادي يتقل لنا هاد الكريمه. وهي سخونه في الاخير كاع نزيد لها لاغوم تاع السيترون باش تبقى النكهه معززه في هاد الكريمه، ونزيد 100 غرام تاع الزبده. غادي تلاحظوا بلي هي اوتوماتيكمون غادي تذوب غير في هذاك الحمان تاع الكريمه تاعنا. وكي تكونوا تحركوا فيها فوق النار ما تغفلوش عليها، حركوا صنزاري ما تنحيوش يدكم عليها باش ما ديرلكمش هذوك التكتلات. اذا في الاخير نزيد نصفيها باش اي شوائب ولا اي صوالح يبقاو يعني يخسروا لنا الذوق تاع هذيك الكريمه نحيوهم. احيانا يعني ما نكونوا نحركوها وما نتوقفوش، نلقاو هكا حبيبات تاع البيض، نلقاو هكا شويه كوما لوزاست يعني دو بريفيرونس ما نخليوهاش في الكريمه. دونك الكريمه لازم تكون ليس. فوالا شوفوا معايا بعد ما صفيتها، شوفوا هذا كل شيء من البواقي تاع هاد الكريمه. شوفوا معايا القوام اللي تحصلت عليه، شوفوا رطب وجات ليس. شوفوا لا بريونس تاعها، هذا هو القوام المطلوب. وغادي ما تبقاش هاك اوتوماتيكمون، غادي نديروها في الثلاجه تبرد تزيد تحكم روحها. نغطيوها بابي اون كونتاكت يعني لامس السطح باش ما تربيناش هذيك القشره، ونديرها في الثلاجه تبرد. يعني خليتها انا دفات شويه عاد ودخلتها الثلاجه. بون بالنسبه للعجينه غادي نستعمل هاد القوالب باش نديرهم في هاد لي طارتولات، يعني اي شكل تبغيوه. انا صراحه عجبوني بزاف هاد الشكل كاري، دونك قلت لي مالا نستغل الفرصه وندير لكم بهم طارتولات او سيترون. على بالي بزاف كاين بزاف اللي بغاو الذوق تاع الليمون، وانا من عشاق هاد لي طارتولات، يعني شحال ما درتهم ما نملش منهم. اذا نتبعوا معايا الطريقه. كما اي طارتولات نديروا العجين ونسيو هذوك الجناب نديرهم شويه خشان، ما نديرهمش رقاق باش كي نديموليوهم ما يبقاوش ينقسموا لنا. فوالا بهذا الشكل. اذا نحاولوا ما نديروهاش خشينه في الوسط، مي في الجوانب شويه نخشنوهم، ونجيو نثقبوها هكا بالاستعانه بالشوكه. بعد ما نكمل كاع الكميه اللي عندي ندخلها للكونجيلاتور الثلاجه في المجمد على الاقل ربع ساعه، عاد ندخلها طيب. ندخلها طيب هنا راه طابت لي، كي نشوفوها حمارت نطفيو عليها. وكاين ملاحظه فقط باش ما تنتفخلكمش بزاف، لو فات اللي ديروها طيب في البديه تدي 5 مينوت الاولى عاود خرجوها هبطوها هكا في الوسط تكون انتفخت، هبطوها عاود ردوها تكمل الطياب تاعها. اذا هنايا بعد ما كملت كاع الحبات لي طارتولات وديموليتهم، عاود رجعت للكريمه تاعي بعد ما زادت حكمت روحها وزادت جمدت. شوفوا القوام تاعها زاد تقال اكثر، وكل ما تستعملوها وتخليوها ترتاح تزيد تقال اكثر. نعمر لي طارتولات تاعي بالكريمه ونسوي لها كاع الجوانب بهذا الشكل. فوالا اذا بعد ما كملت دونك هنايا فقط للامانه يعني الكميه اللي خدتها لي هاد الوصفه درت لي 14 حبه بالضبط، وكما شفتوا الحبه راها يعني كبيره، حبه فقط تشبعكم. اذا في 250 غرام درت لي 14 حبه في هذا الحجم. بون هنايا واش عندي كاوكاو ايفيلي استعملته، دونك كان جديد عجبني ريحته شابه بلا ما نحمصو، دونك زينت به الجوانب. ومن احسن ما تحمصوش
هو ماشي كما اللوز، هو بنته ماشي في التحماص تاعو كما نعرفوا الكاوكاو، باش يبقى لنا مقرمش ويبقى محافظ على اللوغو تاعو. وزيد زينته باوراق تاع النعناع، يعني باش يعطينا يعني فريشور. كما نعرفوا النعناع يتناسق ويتماشى مع ذوق الليمون مع الكاوكاو، يعني ولا اروع. هذا هما التغطيات تاعي في الصحن، في صحن التقديم وفي الشكل النهائي. خليكم تشوفوا المنظر. اذا كما راكم تشوفوا درت لي كميه معتبره، وإلا بغيتو يعني تنقصوا في الكميه ديروا نصف تاع المقادير. لو فات لي ديروا 250 دهان ولا مارغرين، ديروا 125 غرام مارغرين. وفي الكريمه يعني ديروا 2 حبات بيض بلاصه 4 حبات بيض. هنا نقسم معكم حبه باش تشوفوا القوام تاعها. نشوفوا قسمت معايا بكل سهوله، هذا دليل على الهشاشه تاع الحبه تاع التارتولات تاعنا. اذا نشوفوا معايا عن قرب شحال جات هشيشه وشحال جات طريه في نفس الوقت مع هذيك الكريمه. وهاد يعني الكريمه ما جاتش حلوه، جات حميمضه، وانا تعمدت باش نديرها هكا يعني بهاد التكستور، يعني باش نعرفوا بلي راه ناكلوا حاجه تاع ليمون. الا درناها حلوه دونك اكوا ساسير نديروها بلو تاع السيترون. فوالا هادو هما الصور تاع الوصفه تاعنا. خليكم تتمتعوا بالمنظر هذا. نتمنى تكون عجبتكم احبائي هاد الوصفه، نتمنى تكون نالت رضاكم. اللي جيت معايا نقوله مرحبا بك في القناه. ما تنساوش تضغطوا لي على زر اللايك، واللي معايا جديد نقوله ما تنساش تشترك لكي تعم الفائده اكثر. احبائي نخليكم في رعايه الله وحفظه في وصفه مقبله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.